بتستحملي منهم المعاملة دي ليه؟ بتستحملي ليه ان هما لما بيطلبوا منك حاجة بتبقي معاهم دايما، وهما لما ابسط حاجة انت بتبقي عايزاها بيتجاهلوكي؟ بتقبلي منهم استغلال وتحكم وتدخل؟ ما تقوليليش ان ده حب، لان ده مش حب. الحب لازم يبقى فيه احترام متبادل، لازم يبقى فيه حب متبادل ودعم متبادل وخدمات متبادلة. ده لان انت علاقتك بنفسك سيئة وخايفة جدا جدا من الوحدة، متخيلة ان الاشخاص اللي انت محيطة نفسك بيهم وقاعدة بتتنازلي وتيجي على نفسك هم دول اللي هيخرجوكي من الوحدة. وعلشان كده بتضحكي على نفسك وبتقولي ان انا بحبهم، وهتفضلي تستحملي النوع ده من المعامله طول ما انت علاقتك بنفسك سيئه. وعشان كده اول حاجه انت محتاجه تشتغلي عليها هي انك تشتغلي على علاقتك بنفسك. حاولي تحبي نفسك وتحترميها ربع حبك واحترامك وقدرتك على خدمه الاشخاص اللي حواليكي، لان ده كفيل بانه يغير شكلك في العلاقات. لو انت بتحترمي وبتحبي نفسك عمرك ما هتقبلي ان حد يعاملك بالطريقه دي. ولو ما عرفتيش تعملي ده لوحدك انصحك ان انت تعملي سيشنز، لانك محتاجه اللي يساعدك يعرفك يعني ايه اصلا علاقات صحيه، يغير عندك معتقداتك، لان دي حاجه كفيله انها تغير لك حياتك للاحسن بكتير.